ادي اخرة الصحاب ومعرفتهم اللي اتاخر لما ياخدوني ويروحوا بيا على سوق العبور ويشاركوني كمان في اكلي. مش قادره اقول لكم دفعتهم بس على عينيا كل اللي حصل النهارده وتقطيع ايديا. طب ما تيجوا النهارده بقى نسمي الله ونصلي على حضره سيدنا النبي، وتعالوا بقى نشوف الحلويات اللي احنا نزلنا جبناها من سوق العبور انا ونعناع صاحبتي وماري. عايزه اقول لكم رحنا سوق العبور، انا كان بيضحك عليا والله هنا يا بنات، بجد بجد حقيقي كان بيضحك عليا. الجمبري القمر الجامبو اللي انت شايفاه ده انا جبته من هناك ب 290. انا كنت جايباه في اخر رمضان من عندي من هنا من السوق، جايباه ب 390 جنيه، يعني فرق 100 جنيه في الكيلو. عايزه اقول لكم بقى نزلنا انا واصحابي حتتك بتتك لما لقينا شركه السحاب دي عامله عروض جامده قوي، ولقيت كل اصحابي بيجيبوا منها وعامله ضجه كبيره. قلت لا يا بت ليه لما ايه ما بدهاش، تعالي روحي اتفرجي، انا كده كده انتوا عارفين ان انا بروح العبور كل فتره اجي اشتري شويه حاجات كده للبيت. خدت بعضي بقى ورحت انا ونعناع وميري، قلنا نشوف الدنيا عامله ايه هناك. الكابوريا اللي في ايدي دي ب 130 جنيه من عند شركه السحاب، اقسم بالله 130 جنيه، مع اني انا كنت جايباها في رمضان زي ما قلت لكم كده يوم ما كنت عامله عزومه نعناع لو تفتكروا. انا جايباها ب 270 جنيه من عندي من السوق. عارفين يعني ايه فرق؟ فرق كام؟ فرق 140 جنيه. دي الكيلو ب 130، انا كنت جايباها ب 270، فرق 140 جنيه. بصوا والله العظيم انا يعني اتصدمت وانبهرت، وكل الصدمات اللي ممكن تقولوها انا شفتها عند الشركه دي بصراحه. انا لدرجه وانا رايحه انا ما كنتش مصدقه الكلام اللي بيتقال، أنا قلت ده كلام نتي. بصوا الكابوريا دي اللي هي الديكور، التانية دي نتش مبطرخة وتحفة. اما دي تكورة بصوا دي اطول من بصوا يعني طول دراعي كده ما شاء الله عليها، الواحدة توزن لها حوالي نص كيلو. دي جبتها برضو ب 120، برضو كانت يعني بجد صدمة ليا، لان انا لما سويتها يا بنات هنزلها لكم في فيديو وانا مسوياها، يعني لحم مش طبيعي، ولا النتش كلها مبطرخه مبطرخه مبطرخه. اما الكرتونه دي اساسا سبب ان انا واصحابي رحنا العبور. وهتقولوا لي يا ليلى كل الحاجه دي ليكي، اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك. الحاجه دي اتقسمت علينا احنا التلاته، احنا جبناها كده زي ما انتم شايفين، ولما روحت بقى البيت عندي كانوا هم قاعدين قدامكم في التصوير ده قاعدين قدامي، وزنت بقى كل الحاجات دي وقسمناها علينا احنا التلاتة، وحتى المبلغ اتقسم علينا احنا التلاتة بالتساوي زي ما انتوا شايفين كده. الكرتونة دي يمكن انا رايحة بسببها بجد. الجمبري ده ب 120 جنيه، الكرتونة كده مشكلة على بعضها، جامبو على وسط على صغير. بس الصغير ايه، بصي هوريك الصغير اهي، دي كده الصغيره بتاعتها هوريكي اهو اللهم بارك. عايزه اقول لكم مسكر قوي قوي قوي، والله يمكن بقالي كتير جدا ما اكلتش جمبري بالسكر ده. الصغير ده اقل حاجه فيه زي ما انت شايفه كده، بجد تحفه تحفه. الكرتونه اسمها مشكله او ميكس كده زي ما انت شايفه عند شركه السحاب. عندهم كل حاجه، عندهم كل انواع الجمبري وكل احجام الجمبري، عايزه جامبو عايزه وسط عايزه صغير، يعني بجد تحفه. الكرتونه دي قمر قوي قوي قوي. يعني ايه جمبري ب 120 جنيه؟ طبعا الاسعار دي مفيش عندي منها نهائي نهائي نهائي. طب وجبت كمان علبه السي فود اللي انتوا شايفينها القمر قمر دي، وزي ما قلت لكم شاركوني اصحابي حتى في الاكل بنشارك بعض، مش عارفه اخلص منهم ازاي بس بحبهم، ربنا ما يحرمني منهم ولا اخلص منهم ابدا ابدا ابدا. علبه السي فود الحلوه دي اللي تعمل لك حله يعني شوربه بالكريمه كده قمر، فيها كده زي ما انت شايفه اصابع كابوريا، فيها صبيط، فيها جزل، فيها كابوريا، فيها جمبري، فيها كمان بلح بحر، فيها جندوفلي، فيها كل ما تشتهي انفسك هتلاقيه فيها، كل ما تشتهي انفسك. هتعملي بيها حله بصي كده اللهم بارك، وزبده بقى يا معلم ودلعيها ودلعي الكلام يعني. تمام، تعالوا بقى نشوف برضو جبت ايه من عند شركه السحاب اللي في العبور. شركه السحاب يا بنات هحط لكم لو عايزين طبعا تشتروا، مش دعايه ولا اي حاجه من دي، اللي هحط لكم اللينك وهحط لكم ارقام التليفونات بتاعتهم تحت الفيديو ده على طول. ده كده فيليه سمك زي ما انتوا شايفين كده، جبته طعمه حلو قوي قوي، واحلى حاجه فيه
ما فيهوش اي شوكه، ما فيهوش اي حاجه. الكيلو منه ب 130 جنيه، كان حلو جدا جدا جدا، بيرمي جامد قوي. اما المكرونه السويسي القمر المبرومه دي كانت مسكره قوي. عارفين السمك المسكر؟ والله بصي السمكيه، بصي ماسكه نفسها. السمكيه تمسكها من تحت كده ماسكه نفسها. تعرفي السمكيه الصبحه لما تمسكها من راسها كده وتقلبيها لفوق هتلاقيها ماسكه روحها. اما السبيط بقى القمر ده بقى قمر بقى. كاليماري القمر، العسل، السكر، قولوا عليه مهما تقولوا، انا بحبه قوي، وسط كده وحلو. وكان طعمه برضه مسكر قوي قوي قوي. وجبنا الميزان بقى ووزعنا الحاجة على بعضينا وما شاء الله دبسوني في تنظيف كمية جمبري اليوم ده، بس فدى عيونهم وفدى قلبهم. وما تنسوش تعملوا احلى لايك كتير 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 للفيديو ده، وشير جامد جدا للناس تشوف ازاي بتتخمى في الاسواق العادية. واشوفكم في فيديو جديد، وتحياتي لينا النجار، والسلام عليكم.